السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هوريك إزاي تقدر تفتح أكتر من واتس بأكتر من رقم على نفس الموبايل ومن نفس تطبيق واتساب ماسنجر. ده طبعا غير واتساب بيزنس خالص. الواتسين هيكونوا على نفس الموبايل على نفس التطبيق، هتبدل بينهم وتطلع على رسائل ده وده في نفس الوقت. وبذكركم ان احنا في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي نقدر نفتح واتس واحد على موبايلين او اكتر من موبايلين. الفيديو ده بقى هنشرح ازاي تقدر تدخل اكتر من واتس باكتر من رقم على نفس الموبايل وعلى نفس التطبيق. تعالوا بينا نشوف الشرح. هندخل على تطبيق الواتس عادي جدا اللي موجود عندي. هنروح على الثلاث نقط اللي فوق دول وهننزل تحت للاعدادات، هنلاقي دي الواجهه بتاعه الاعدادات. هنروح للسهم اللي جنب الاسم، هنلاقي الواتس القديم اهو، وفي تحت مكتوب اضافه حساب. احنا عايزين نحط واتس تاني بالرقم تاني، وده يفضل موجود وده يفضل موجود، الاتنين يبقوا موجودين على الموبايل. هندوس على اضافه حساب، هنلاقي الواجهه بيقول لي ادخل. هنعمل موافقه وهنحط الرقم بتاعنا الجديد اللي احنا عايزين ندخله كواتس اضافي برقم تاني مختلف على نفس التليفون. تالي بيقول لي هو ده الرقم بتاعك، فبقول له نعم. متابعة، هو هيتحقق تلقائي لأن الرقم موجود على نفس الموبايل. اديله سماح. كده هو بيبعت لي الكود تلقائي. اوكي، كده بقى عندي واتس جديد. هكتب اي اسم فيه، اكتب اسمي او اكتب الواتس رقم 2 مثلا او اي حاجة يعني. مثلا محمد 015. لو انا عايز اعمل باسورد، كده ده الواتس الجديد بواجهته. طبعا مفيش لسه رسائل ولا في اي حاجة جت او راحت. انا عايز اخش بقى القديم، هدوس على الثلاث نقط اللي فوق دول وهنزل على تبديل الحساب. جاب لي القديم، ده الواتس الاساسي. او ممكن ادخل من الاعدادات على السهم اللي فوق، هيجيب لي ادي الواتسين اللي عندي. اقدر اخش ده او اقدر اخش ده، اللي انا عايزه هدوس عليه. هشوف الرسائل اللي بتيجي اللي بتروح في نفس الوقت وعلى نفس الموبايل. ده الجديد. دوس على الاعدادات على السهم اللي فوق اللي جنب الاسم، هخش على القديم. شكرا، واتمنى الشرح يكون مفيد.